كعروس ساحرة ليلة عرسها، متربعة بين واحات النخيل، مفترشة رمالا ذهبية، راسمة بذلك لوحة طبيعية أخاذة. هي وادي سوف، المدينة التي تغنى بها الشعراء وهام بها الرحالة. وادي سوف يا زينة يمنا لحمينا، وادي سوف يا زينة مزيونة وغالية وعزيزة علينا، وادي سوف يا زينة. قال فيها سعيد المتردي: سأكتب تاريخ واديك شعرا، وإن سيغ ذكره يسوف نثرا، وأروي عن السمر أمجاد قومي، فينطق واديك بالشعر دهرا. وادي سوف يا زينة يمنا لحمينا، وادي سوف يا زينة، وادي سوف يا زينة مزيونة وغالية وعزيزة علينا، وادي سوف يا زينة. عاصمة الكثبان الرملية رغم اعتمارها ببناية القبب، إلا أن هذا لم يأخذها بعيدا عن أصالتها، أصالة تتجلى في كل مشهد وركن منها، في كرم رجالها وحوري نسائها وطبيعة عيش كل سوفي، فكل حبة رمل تعزز حضارة وأصالة وتخلق سحرا. والله وادي سوف من الناحية السياحية أنا زرتها عديد من المرات، لكن هذه المرة كانت مختلفة تماما عن ما كانت عليه. أصبحت حاضرة باش تكون منطقة سياحية مهمة، فيها الأشياء اللي مش متوفرة في مناطق أخرى مثل الرمال، النخيل، الزراعة، وأصبحت عندها بنية أساسية جيدة جدا، الطرقات إلى غير ذلك. سحر المدينة ليس كل ما تملك، فهي تمتاز بتراث غني غناه الحقيقي في تمسك ذويه. يعتبر اللباس في وادي سوف موروثا ثقافيا مهما، فحوري زي المرأة التقليدي يعد من العناصر التي لا يستغنى عنها، كما أن لكل ما يلبسه الرجل دلالة. اللباس التقليدي اللبس الحولي، الخلال، الشركة، المقاويس السورية، الدموغة نتاع الراس، مستورة، يلزم المرأة كامل تولي مستورة إلا الوجه. هذا تاع العروبي نتاعنا تاع ولاية الواد. للراجل يلبس الشاش، القندورة، البرنوس تاع الوبر، لكان مولا بل يلبس الوبر، لكان مولا غنم يلبس الصوف، لكان مولا التمر يلبس قشبية كحلة، يعرفوا باللي راه عنده التمر. كل واحد ولبس تتبان، مولا النعجة يبان بالصوف، مولا الناقة يبان بالوبر، مولا التمر يبان بالقهوي. وللفلكلور السوفي ميزاته أيضا، فالموقف والنخ تراث متجذر في وادي سوف تحديدا. كاين الأغاني، كاين الموقف، يجوا شياب في الليل يغنوا، كاين نساء يضربوا الفرح ينخوا به البنات. ومن بين المشاهد التي تعزز التراث هذا العرس الذي أبى أصحابه إلا وأن يحتفلوا رفقة أحبابهم على الطريقة السالفة، بعيدا عن قاعات الحفلات، بطقوسهم التقليدية التي تضفي طابع العراقة على المناسبة.
وهذا العرس التقليدي أو العادات التقليدية فيها كثير من الأشياء في الواقع فوتنا فيها يعني، ولا بد أن نتشبث بها لأنها مهمة ياسر للمستقبل هذا الوطن العزيز علينا. العرس التقليدي نتاعنا نجيبوا جمل نديروا فوق منه الجحفة ونركبوا العروس فوق الجحفة، والعريس نديروا له جمل وحده الراهل هذيك كما فوق الأبيض هذيك تجي فوق منه، ونقودوا بهم وندوهم للخيمة كما راك تشوف الخيمة هي واجدة هنايا، ومع النساوين والنخ والزرنة والبارود وعرسنا. هذا العرس التقليدي نتاع ولاية الواد. لم يغري هذا العريس ركوب سيارة ذات طراز حديث، بل فضل أن يزف من فوق الجمل كأمير صحراء أصيل، ولم يحلو لهؤلاء الاحتفال والرقص إلا فوق الرمال. جمال هذه المشاهد يبعث بالبهجة لكل من يتواجد هناك، فدفء هؤلاء وجمال المكان فعلا يجعل من الشخص العادي شاعرا.